صباحكم فل صباحكم كده منقط برسول محمد، عاملين ايه؟ وحشتوني كتير 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 كتير. في الفيديو ده هتلاقوني متحمسة كتير كتير قوي وفرحانة. في اليوم ده بصراحة كنت عازمة اخويا وكده، وقلت يلا بقى بينا ندي للشقة او للصالة يعني معطر كده. اللي انا بقالي فترة بصراحة مش دخلت الصالة خالص، وزي ما انتوا شايفينها كده بالترتيب ده وبالنظافة دي اللي احنا طبعا ما بنقعدش فيها خالص، ما هي ال24 ساعة ايه نضيفة وكده. ما بصراحة برضو ريحتني، ولا قمت بقى روقت الشقة ولا الكلام دوت. الشقة كلها كانت نظيفة بالمنظر دوت ومترتبة كده، بس انا قلت اديها رشة معطر جو كده اللي تبقى الشقة ريحتها حلوة. بصوا المنظر اهو، الشقة نظيفة والدنيا نظيفة والدنيا معايا 10/10 بصراحة. ما دي ريحني وفي نفس الوقت انجزت في الغدا او كده، لان طبعا كنت عازمة اخويا على الغدا وكده. اهو دي منظر الصالة ونظيفة، مش فيها غلطة، ولا محتاجة تتكنس ولا محتاجة تتنفض ولا محتاجة اي حاجة. ما طبعا انا مش هضيع وقتي في حاجة هي نظيفة. ما انا قلت لا خلاص، مهما هي نظيفة خلاص بقى اسيبها، وهشوف اعمل غدا ايه عشان انجز. ما افضلش واقفة على حاجة وهي نظيفة. بينا ندخل على الغدا ولا ايه رأيكم؟ يلا بينا. بصراحة كان عندي بقى كزبرة يا بنات، وبقالي كذا يوم منقياها وربطها في الكيسة، وبص مكسرة جدا جدا. اللي انا اعملها اطحنها، وانا قلت يلا بقى بينا مهما احنا بنصور نتشجع مع بعض ونعمل مع بعض. بصراحة انا اول ما بفتح الكاميرا عشان اللي انا يعني اعمل فيديو او اللي انا اعيش معاكم اليوم، بصراحة بتشجع جدا 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 معاكم. ما طبعا بقى كان عندي كزبرة وكده، قلت بقى ايه اطحنها معاكم وكده. انا هنا بحب اللي انا احمص الكزبرة، مش عارفة بقى كل الناس كده ولا لا، معرفش بصراحة. بس انا بحب احمر الكزبرة والكمون والفلفل الاسمر والحاجات دي، اللي هي التحميرة بتطلع منهم الرطوبة، وفي نفس الوقت بتخلي بقى الكزبرة يبقى لها ريحة حلوة كده، بيبقى فيها ريحة تحميصة كده مع ريحة الكزبرة. فبصراحة يعني الطريقة ديت بتخلي الكزبرة بتروح في حتة تانية، وفي نفس الوقت يعني الرطوبة اللي في الكزبرة بتطلع. هنا كان معايا كمون وكده يا بنات. الكمون ده انا كنت طحناه، بس كنت ربطاه في كيسة زي كده، يعني لما وقت ما بعوز بحطه وكده، يعني اللي هو يبقى جاهز وكده، وتبقى في نفس الوقت حاجة سريعة. ساعة ما باجي اطبخ وكده تبقى حاجة يعني ايه بسرعة اللي انا اجيبها واستخدمها. بس بقى قلت مهما اني هنا مشغلة المطحنة وكده، قلت بقى ما اقلب في الملح وخلاص، لا خليني اطحن الملح مع الكمون وكده، مهما اني ايه كده كده مشغلة المطحنة وكده. اديله ضربتين بس وخلاص، اللي هو كده كده مطحون. ملاني ايه كأن اللي انا بخلي الملح والكمون اللي هما يتسجموا مع بعض. هنا بقى بصوا جيت امسك البراطيم، لقيت البراطيم كلها لسه ميه. اللي انا من عادتي يعني لما برطمان الكمون يخلص او برطمان الفلفل الاسمر، يعني اي برطمان يخلص بروح بقى ماسكاه وغسلاه بالصابون وبالسلكة كده ومنضفاه. اللي طبعا زي ما احنا عارفين يعني وقت الاستخدام اوقات ايدينا بتبقى يعني مبصمة على البرطمان كده. ملاني اول ما البرطمان اللي فيه بيخلص برجع امسكه واغسله كده، عشان بيفضل معايا البرطمان شكله نضيف وحلو. حتى لو حد وقف جنبي يبص على الحاجة يلاقيها نضيفة. طبعا النظافة بتفتح نفس اي حد يشرب من تحت ايدك كوباية العصير، إيه كوباية شاي كوباية قهوة. اما اللي انا بهتم بالحاجات دي موت موت موت، اللي بحب يعني ايه الحاجة تبقى نظيفة ومترتبة. المهم قلت بقى عادي وكده مش هتفرق. قلت راح اطحن الكمون والفلفل الكزبرة، وراح احطهم بقى في اكياس محيط البراطيم يعني تنشف وكده، لان أنا اسيبهم ايه كمان يوم وكده محيط تنشف. مش هيعمل اي حاجة ولا هيخسر معايا. الكيسة زي البرطمان عادي مش هتفرق مش هندقدق. هنا كنت حاسة الملح بصراحة كتير قوي في الكزبرة. ما انا قلت ايه بقى مش اللي انا ايه هحط حبة ملح كمان، مش هحط بقى ملح تاني، يعني هحط حبة كمان ومش هحط بقى تاني. اللي انا ايه بحب الكزبرة يعني تبقى الملح بتاعها قليل، اللي انا ايه لما اجي ارش على البطاطس ارش كمية حلوة من الكزبرة، عشان واني باكل البطاطس كده او كان بقى بطاطس مقلية او بطاطس مهروسة اللي انا احس بطعم الكزبرة. اما انتوا لما بتكتروا الملح كتير قوي حتى في الكمون والفلفل الاسمر، ما تحسوش بطعم الكمون ولا هتحسوا
بطعم الكزبرة وكده. ما اللي انا بهتم بقى في الحتة دي اللي انا ايه بقى، اللي انا اقلل كمية الملح وتبقى الكمون اكتر، الكزبرة اكتر، اللي انا ارش كتير ما طعم الحاجة يظهر معايا. اهم من الشغل تظبيط الشغل بصراحة، ما دي اللي انا بحبه إيه في الاكل، في الترويق، في كده، ان انا اظبط الحاجة اهم من الشغل تظبيط الشغل. مهما النهاردة مش رايقة ومش جاي مزاجي اللي انا اعمل الحاجة دي بركنها، ولما بيجيلي مزاجي ان انا اقوم اعمل الحاجة دي بقوم اعملها، عشان لما اعملها بمزاج. فاهمين انتوا المزاج اللي بيبقى رايق هو ده. انا بحب اعمل كده حتى اليوم اللي انا مش ببقى بقى نفسي اللي انا اطبخ فيه ومكسله، لا وعايزه اقعد وكده ما برضاش اطبخ فيه، بقضيها بقى نواشف، اللي انا اقلي بطاطس وبتنجان وفلفل ونجيب رنجة وحاجات من بره كده. ليه؟ عشان اعرف انا لو طبخت الاكل والله بنات مش هيتاكل، ماما انا مش جاي في مزاجي ان انا اطبخ. سبحان الله الاكل نفس ومزاج، مش اللي هو نفس بس، لا ومزاج. لو انت طبخه الحاجه بمزاج هتلاقي الاكل ده ريحته قلب، هتلاقوا بقى ريحته يا بنات قلب الشارع كلهيته، وقلب ريحه الشقه كلها اكل كده، وريحه الاكل حلو كده، وحاجه ايه ترضي الواحد اللي هو ايه يقعد ونفسه تتفتح للاكل. ما اهم حاجه من تظبيط الحاجه، اهم حاجه ان احنا نهتم بالحاجه وكده. خلاص كده انا خلصت الكزبره وخلصت الكمون وكده. هنا بقى هبدأ بقى ايه اللي انا اطبخ وكده، بس هلم الحاجات ديت واقلب الكزبره كويس في الكيسه وكده، اللي هو يعني ايه كله يتخلط في بعضه وكده، ما يبقاش ايه الملح محطوط في ناحيه والكزبره في ناحيه، لا يبقى كله في بعضه كده. هنا بدوقه لقيته لا الدنيا تمام، والملح ايه قليل، اللي انا ايه ارش كميه كبيره. قلت بقى خلاص بقى بندخل على الغدا ونعمل الغدا. انا هنا كان ابو ادم قام الصبح بدري وكده وراح جاب لي رجل وكده عشان اعملها الكوارع. بص انا بنعشق الكوارع، الناس بقى اللي تقول يا اختي ومش عارفه ايه اطلعوا من الفيديو ما تكملوش الفيديو معايا. والله يا بنات كانت احلى اكله واحلى غدا. هنا طبعا بحط في حله صغيره خالص كده، محبش اعمل الكوارع في حله كبيره عشان انا عايزه يطلع لي حبه شوربه يعملوا مزاج، فاهمين انتوا؟ اما الشوربه لما تبقى عامله زي الميه دي بصراحه ما تبقاش شوربه كوارع خالص. هنا طبعا الحله في الناس هيقولوا لي ضيقه، لا هي كده مظبوطه. حطيت بقى بصل وكمون وطماطم وفلفل اسمر وبهارات لحمه وكده، والحله مش ضيقه يا بنات. انا زي ما قلت لكم انا عايزه اشرب طبق شوربه مش حله شوربه، لا انا عايزه اشرب طبق شوربه كده اللي هو يظبط دماغي. ما بحبش انا ايه اللي اني تبقى الحاجة بسيطة واللي اني اعمل شوربة كتير وتيجي تشرب الشوربة ما تلاقيهاش طعم ولا تلاقيها تقيلة كده. الشوربة لما بتبقى مظبوطة يا بنات بتعدل الدماغ. انت ما تشربي 3 اطباق شوربة عاملين زي المية، لا بلاش منهم احسن، تشربي طبق شوربة تقيل وطعمه حلو. هنا طبعا قلت لما الكوارع تكون استوت وكده، انا اول ما الكوارع بتغلي يا بنات بروح بقى موطية عليها زي الشمعة. زي ما احنا عارفين الكوارع بتقعد وقت طويل 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 قوي قوي على البوتاجاز، يعني ممكن تقعد من ساعتين لساعتين ونص كمان. بل انا بحب اولع عليها زي الشمعة زي الشمعة كده. هنا بقى خلاص بقى كانت غليت غلوة وروحت بقى مطية زي الشمعة، وسبتها بقى تستوي براحتها. انا هنا احب اللي انا اعمل الكوارع بتاعتنا، او احنا بنحب الكوارع بتاعتنا نعملها في صينية. في ناس بتحب تاكلها مسلوقة كده، وفي ناس بتحب تحمرها، وفي ناس بتحبها زي ما احنا بنحب صينية. احنا بصراحة بنحبها صينية، ولا بنحبها متحمرة ولا مسلوقة. احنا عامة ما بنحبش اي لحمة مسلوقة خالص، لازم يا تبقى متحمرة يا تبقى في صينية. انا بقى هنا قلت هعملها في صينية وكده زي ما احنا بنحب وكده. بنحب بقى برضو يا بنات نكترها البصل، في ناس بيحبوش البصل كتير، ما ممكن تستخدمي بصلية واحدة. لو انت بقى من عشاق البصل زيي كتري بصل زي ما انت تحبي، لو عايزة تزودي عن كده كمان زودي يا قلبي. البصل بيديها طعم حلو، وفي نفس الوقت لما بتحط على الرز وتاكليه كده التخديعة دي مع حتة كوارع مع معلقة رز وكده بتوديكي في حتة تانية تانية. هنا زي ما انتوا شايفين بقى خلطت كمية بصل كبيرة كتير، وحطيت بقى 3 قرون فلفل وكده،
اهوت بحب ان انا اعمل الفلفل جنايح، يعني مش اللي انا اخرطه الناعم، لا يبقى زي الاجنحة كده. بروح شقها من النص وببدأ ان انا اخرطها عشان تبقى زي الاجنحة. ممكن تعملوها زي دوريات، ممكن تخرطوه زي ناعم، زي ما انتوا بتحبوا اعملوا. بس انا عن نفسي بقى تجربوا الكوارع بالطريقة اللي انا بعملها، والله يا بنات هتدعولي. هنا خلاص بقى ببدأ اللي انا اشوح البصلاية. انا مش بحمرها ولا بتبلها، انا بشوحها بس اللي هي ايه، عايزة ريحة البصل تظهر في الشقة بس. اول ما ظهرت كده ببدأ اللي انا انزل بشفشق طماطم زي ما احنا شايفين، واحط بقى كمون، احط فلفل اسمر، الحاجات ايه البهارات اللي انتوا بتحبوها حطوها. انا حطيت بقى فلفل اسمر وكمون، وحطيت اي حبة بهارات لحمة وكده اهو. خلاص كده الصينية دي يا بنات زودوا فيها البهارات، بتموت في حاجة اسمها البهارات. الكوارع بتعشق البهارات، حتى وانتوا بتسلقوها حطوا بهارات كتير. الكوارع عشان تظبط معاكي زودي لها البهارات. خلاص بقى انا هسيب الصينية دي كده تتسبك على البوتاجاز، ماشي. وتعالوا بقى نبص على الكوارع. الكوارع في الوقت ده يا بنات كانت لسه نية، كانت لسه نية، ما استوتش، كانت نية خالص كمان. بس شايفين بقى الشوربة عاملة ازاي؟ شايفين الشوربة اصلا لسه الكوارع يعني لسه نية والشوربة بقت عاملة ازاي؟ الشوربة كانت تقيلة وما شاء الله الدهون عليها بزيادة. هنا طبعا الصينية دي كده كنت خلاص ايه، يعني اتسبكت وكمان كنت طفيت عليها وبردت اهي. بصوا اهي الطماطم مع البصل، شايفين كمية البصل قدين؟ احنا بقى بنحبها كده. تعالوا بقى نروح للكوارع ونسمي ونصلي ونقول بسم الله الرحمن الرحيم، ما شاء الله، الله اكبر. هنا في الوقت ده الكوارع كانت استوت، كانت ديبت كده ديبت. هطلعها بقى من الطبق. بصوا استوت، يعني يعتبر ايه فيها سنة نية بسيطة خالص. بس يعني انت تضغطي بصبعك برضو، يعني ايه صبعك بيخش جوه اللحم، او تضغطي بمعلقة برضو المعلقة بتخش كده. هبدأ اللي انا اطلعها وهروح للصينية وهبدأ ارصها في الصينية. معلش بقى البخار رايح على الكاميرا، ما البخار بيروح ظالم الحاجة او ظالم شكل الحاجة. هبدأ بقى اللي انا اكمل اشيل الكوارع كلها. انا عامه كل الكوارع بحطها في الصينيه. زي ما احنا قلت لكم احنا ما بنحبش الكوارع تبقى مسلوقه. كنتوا شايفين الشوربه عامله ازاي؟ شايفين اصلا يعني طبق الشوربه اللي فايض في الحله عامل ازاي؟ شايفين الشوربه نازله دسمه وتقيله ازاي؟ دي شوربه تتشرب، اما مش الشوربه اللي انت تشربي طبقين تلاتة تبقى عامله زي الميه دي. لا دي مش شوربه خالص خالص اهو. هنا اهوت. وطبعا كنت مستعجله بقى، قلت اخويا زمانه جاي وكده، زي ما أنا قلت لكم احنا عازمينه على الغدا، ما انا قلت زمانه ايه، جاي وكده اه. بصوا اه ببدأ بقى لاني في الوقت ده ببقى مشغله الفرن، يبقى الفرن مش يعني شغال من تحت وسخن سخن جامد. ببدأ اللي انا ادخلها بقى، بسيبها في الفرن حوالي عن ربع ساعه، تاخد وتدي مع نفسها جوه الصينيه اه. بس انا هنا بقلبها بس كويس، وهبدأ اللي انا ادخلها جوه الفرن. الفرن بيديها ريحة حلوة يا بنات، وبيديها طعم حلو، وبيودي الصينية دي بصراحة في حتة تانية خالص خالص اه. هنا راح اعمل برضو معاكم حبة رز بشعرية. بعد ما دخلتها كده جوه الفرن وكده، قلت اعمل معاكم حبة رز بشعرية وكده. وبصراحة الصينية ديت بتبقى محتاجة رز بشعرية، مش رز أبيض ولا رز متحمر، ولا رز اللي بيبقى مطروز باللبن دوت. لا لا لا، سيبكم من الكلام ده واعملوا حبة رز بشعرية، بيبقى أحلى من الرز يبقى معمول في الفرن، وأحلى من الرز الأبيض والرز الإيه الحباية وحباية ده. بس ده وانتوا مش بتحبوا رز بشعرية، ما طبعا هتعملوا اللي انتوا حابينه كده. اما احنا بنحب رز ابو شعرية اكتر رز بصراحة، ودي اكتر رز بعمله، واكتر رز بتشوفوه معايا في القناة وفي اي فيديو وفي اي طبخة بتلاقوا اكتر رز بعمله هو الرز ابو شعرية اللي احنا بصراحة بنحبه. خلاص بقى اسيبه يستوي وكده. كان بقى استوى وكان الصينية طلعت،
وكان الأكل جِهِز، كنت أنا أعمل إيه بقى، أعمل بقى طبق سلطة، ما الأكل ده محتاج إيه، طبق سلطة يفتح النِفس. وبصراحة في الوقت دي يا بنات كنت عمّالة أقول إيه، يا ريت كان في جرجير وشبت وحاجات من دي. والله يعني أنا أصلًا كان عندي حاجة في التلاجة وأنا أصلًا ناسية اللي أنا عندي الحاجات دي في التلاجة، وأنا عمّالة أخرّط في السلطة، والله يا بنات افتكرت اللي أنا عندي، إزاي اللي أنا أقول مش عندي وأنا عندي والحاجة هتبوظ يا خسارة. ورُحت بقى جايبة بصراحة جرجير برضه، وجايبة بقدونس وشبت وحاجات من دي. الواحد الأيام دي والله يا بنات بقيت بانسى بطريقة فظيعة، فظيعة، فظيعة. أوقات أصلًا بتبقى الحاجة قدّامي وأنا أصلًا مش فاكرة اللي هي الحاجة دي موجودة في التلاجة والّا لأ وكده. مش عارفة بقى دي ضغطات حامل والّا ضغطات من العيال والّا ضغطات من إيه بالضبط. المهم بقى إيه، قُلت أعمل طبق سلطة إيه، محترم، محترم. بصراحة يا بنات السلطة دي كانت عاجباني جدًا، جدًا. أنا من نفسي مش باحب السلطة أو السلطة مش بتحبني. في اليوم ده قسمًا بالله يا بنات كلت طبق سلطة لوحدي، إزاي مش عارفة. أنا كلته حاف كده بالمعلقة وكان عاجبني كتير، كتير، كتير أوي، على إن كان أول مرة في حياتي يعتبر آكل طبق سلطة أو اللي أنا آكل أصلًا سلطة، إن أنا إيه، السلطة مش بتحبني. وبصراحة يعني عجبتني، وأكتر حاجة بقى عجبتني في طبق السلطة دي يا بنات أو الطعم اللي أنا حبيته، طعم الكزبرة والبقدونس والجرجير. بصراحة ودوا طبق السلطة ده في حتة تانية، في حتة تانية كده. هنا طبعا غسلت بقى حبة جرجير، هما مش كانوا كتار بس بصراحة ودوا الطعم في حتة تانية تانية كده. والسلطة والله يا بنات اللي بيحبها يحظه، لأن السلطة دي بيبقى فيها فوايد كتير 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 قوي، يعني كل ما انت بتكتري الخضار فيها كل ما الفوايد بتزيد أكتر. خلاص بقى طبق السلطة جهز، طبق سلطة كده معتبر نضيف حلو ابن ناس. الأكل طبعا كان استوى، كنت طفيت على الرز، قلت بقى يلا بينا نفضي. هرش بقى ايه، كمون وكده على السلطة. وبصراحة بقى كان يعني الأكل كان لسه طافية عليه، ولقيت بقى أبو آدم جه وبيقول يلا ايه مش هتجهزلنا الغدا وكده. وانا قلت له والله ايه انت ابن حلال والاكل جاهز وكده. بس في الوقت ده بقى طبعا لقيت اخويا رن وكده وقال لي لا انا مش فاضي ان انا اجي اتغدى معاك وكده، وانا في مشوار ومعلش ابقى ايه، ابقى اجيلك في يوم تاني وكده. بصراحة زعلت، يعني انا كنت مجهزة الاكل وكده وعاملة حسابه، بس قلت يلا الحمد لله. ما اللي احنا طبعا اكيد هناكل فبنتو احنا تفصيل يعني جت ما جتش احنا كده كده ايه هناكل وكده. بس بصراحة زعلت، يعني انا كان ايه، انا عاملة حساب ومظبطة الاكل وفاهمين انتوا، بس يلا الحمد لله. وهنا طبعا فضيت طبق رز اهو يا بنات، طبق رز كده معتبر. شايفين اصلا الرز لسه طافية عليه والبخار بص مفحفح كده. وادي صينية الكوارع، صينية الكوارع دي كانت في حتة تانية. والله يا بنات انا جوعت، انا طبعا كنت بصور معاكم الفيديو ده او بسجل الفيديو قصدي، وصينية الكوارع دي اتغسلت والمواعين اتغسلت والدنيا خلصت. ما طبعا انا جوعت 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 بصراحة. شكل الحاجة تفتح النفس. والكوارع التخديعة دي او التسبيكة دي يا بنات لما تحطوها على الرز بتودي الرز كده، هتحطوه على التخديعة مع حتة كوارع وتاكلوه كده، يا سلام يا سلام على الطعم. هنا بصراحة كنت عايزة اظهر الكوارع وكده اهو. بصوا بصراحة يعني اللي ما بتاكلش كوارع او اللي من العيلة اللي ما بتحبش الكوارع دي خسرت كتير كتير قوي قوي اهو. بصوا انا كنت على فكرة الاول مش كنت باكل الكوارع، بس لما اكلتها كنت يعني ندمت على لما كان حد بيعملها مش كنت باكلها والله. تعالوا بقى نروح على الصينية ونشوف الشكل النهائي. حطينا سلطة وحطينا رز، بس شايفين السلطة، شايفين الخضار اللي في السلطة، الكوارع وحلاوة الكوارع وحلاوة الشوربة وحلاوة السلطة وطبق الكوارع التاني. وطبعا كان عندي رقاق طري، وحطيت كمان طبق شوربة وطبق الرز. وبصراحة الصينية دي يا بنات فكرتني بأجواء رمضان والله من حلاوتها ومن شكلها الجميل
فكرتني بأجواء رمضان وبحلاوة أيام رمضان والأيام المفترجة دي. ربنا يعودها علينا يا رب بخير وبركة، ويرجع تاني شهر الصوم علينا